من الحاجات اللي انت لازم تمسك فيها كويس قوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها على طول. فتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حاجة يبقى انت تمسك فيها بايدك واسنانك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. يعني بعد لما تقول التشهد تستعذ بالله من اربع حاجات. ايه هم الاربعة؟ اول حاجة اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقف لي عنده ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا احنا عارفينها اللي هي الدنيا والشهوات والحاجات اللي انت ممكن تقع فيها والكلام ده كله. فتنة الممات بقى اتكلموا فيها وقالوا ان الشيطان من كتر اصراره ممكن يجيلك على اخر وقت ليك، الوقت الاخير خالص اللي انت خلاص هتموت فيه. يتلبس بقى بصورة او بشكل او بحاجة، او يقولك الاسلام ده كان غلط، او يقولك الدين ده اصلا ده كان دين اي كلام، لا الدين المفروض ان انت تبقى على ملة مثلا كذا ولا حاجة، فتطلع من الاسلام بكلمة وتموت على الكلمة دي. والله العظيم من اكتر الحاجات المرعبة فتنة الممات. الفتنة دي انت لازم تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها على طول، وتفضل تأكد عليها في كل صلاة زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل.